شيخنا شيخ أسد أبو محمد من المغرب أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ عدلامي. حياك الله أبو محمد، كيفك؟ مساكم الله بالخير، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله على انتصارات المسلمين، والحمد لله الأخبار طيبة، وبدينا نوزع الحلوى والبقلاوة في لانتصارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحمد لله. والله قد فرحنا بالزاف فرحنا، والله صواريخ بالزاف ارسلوها، والحمد لله والشكر. الحمد لله احنا بخير. الان السؤال. الحمد لله اسرائيل تم تدميرها الحمد لله من قبل ايران، وانا سمعت ان اسرائيل بدات تهرب بالملايين من اسرائيل. الحمد لله ان شاء الله بسواعد حماس والفلسطينيين. دمرت تل ابيب كلها، كل العمارات تل ابيب سقطت ان شاء الله بسواعد الاخوه في فلسطين. والله كل واحد الطيطين تبقسته، اعرفهم واحد ان شاء الله بسواعد الاخوه الفلسطينيين السنه الابطال والشيعه تلاحم ان شاء الله، وننتصر ان شاء الله. الان السؤال، هل المصادر التي ذكرها الجعفري مصادر صحيحه او لا؟ تفضل. بالنسبه لي شجاعه عمر، انا اكتشفت انه لديه شجاعه لانه قتل المحسن والزهراء، واخذ من علي الامامه واغتصب زوجته، لان علي يملك القوه التكوينيه. هذه هي شجاعه عمر. احسنت. يعني علي بن ابي طالب شجاع او لا؟ لحظه، شجاع علي بن ابي طالب؟ اي شجاع او لا علي بن ابي طالب؟ من هنا اكتشفت ان عمر اشجع من علي، لانه دمر علي شر تدمير. احسنت. نعم. فاشجع من علي بن ابي طالب وفعل هيك. علي الان عندما فعل به عمر في حينما فعل كان شجاعا ولا لا؟ لا، كان شجاعا، وعلي هرب منه ولم يستطع مواجهته. اذا احسنت. اذا علي لحظه وهذا يكفيني فخرا. اذا علي بن ابي طالب هرب من عمر، صح؟ اي نعم، هرب منه واخذ منه الخلافه. احسنت. منه علي خلاص علي هرب من عمر. طيب عمر ابن الخطاب كيف يكون شجاعا وانه رجل هرب منه وذهب الى زوجته؟ وين محل الشجاعه؟ محل الشجاعه لان علي يملك القوه التكوينيه، وقالع باب خيبر ودمره عمر اتى من الاخير فدمر اقوى رجل على كوكب الارض. يعني ابو سفيان والد الصعلوك معاويه عندما انتصر في حربه على المسلمين فدمر الله والمؤمنين، لان الله عنده قدره تكوينيه، والنبي كان جبان لان انتصروا عليه. انا يكفيني يا استاذ عدلان لان لا تهرب. الان الزمتك الزام. شوفوا اخواني، ارجوكم انتهى ذاك العهد. الان احنا سلمنا معك. عمر شجاع لانه هجم على الزهراء عليه السلام، لانه بس بالنسوان. المهم الان عمر هجم على الشجاع لان عنده ولايه تكوينيه. الله تبارك وتعالى كان مع المسلمين في احد او لا؟ لا، لم يكن الله مع علي. لو كان الله مع علي لا انا شوف الله كان مع المسلمين في احد ولا لا؟ كيف؟ الله كان مع المسلمين في احد ولا لا؟ لا، الله كان مع المسلمين كافة في احد. احسنت. اذا ابو سفيان اشجع من الله وعباد الله. ليش؟ لان ابو سفيان والمشركين والد الصعلوك معاويه هزم الله وعباد الله. تقبل؟ الصعلوك يعني معاويه فقير، يعني الفقر ليس ماشي. والد الصعلوك ابو سفيان هزم الله وهزم عباد الله وهزم النبي محمد صلى الله عليه واله. تقبل؟ انت كلامك في عمر، هل هو شجاع؟ قلت هرب. شوف اخواني، هرب. قال الله مع المسلمين. طيب اذا الله مع المسلمين شلون المشركين فازوا عليهم؟ شلون فازوا عليهم؟ معناه والله عنده ولايه تكوينيه. شوفوا اخواني يا ايها المشاهدون الكرام، يقولون انه النبي محمد صلى الله عليه واله اشار هكذا باصبعه فشق القمر.
طبعا هذه لو نقولها لوكالة ناسا أي واحد يقول له بشر يشير بس فلق القمر إلى نصفين. طيب يا رسول الله عندك ولاية تكوينية، قف بالمعركة مثل ما شقيت القمر نصفين سوى درد وخرطهم خرط وخلص. هل النبي عندما هزم وعنده قابلية صاروخ من الأرض إلى القمر يفلقه نصفين، هل النبي جبان؟ والعياذ بالله. اخواني انا استخدم هذه التعابير مو سوء ادب مني، لكن حتى ابين للشباب انه قوة الطرح الشيعي عندما نسلم للاخرين انتهى عهد حارس المرمى، انتهى. الان هو يجيب عن الاسئلة. الان هل النبي عندما يملك الولاية التكوينية بشق القمر باصبعه، لماذا لم يشق ابو سفيان شرقه نصين وترك الولاية التكوينية؟ هل هو جبان؟ غلق. مصيبة. حرت بشرمي العاذل، مصيبة. حرت بشرمي العاذل، مصيبة. وإلي وياك بعضك لم، كلمات صائبة. مصيبة. القلت أدري صارت علي، مصيبة. والقلت مدري المصاب أعظم علي، والله العظيم مصيبة. يا بطينا مجال. رجع هذا ابو الجيري، ابو الجزائر، حياك الله ابو الجيري. هل البخاري كتاب عار الان اصبح صحيح العار ولا الجعفري صادق؟ هل البخاري كتاب لماذا تخافوا يا الشيعة مشتنا؟ لماذا تخافوا؟ لماذا؟ يعني يتكلم سأب أنت والجعفري هذا، يعني يتكلم، أتحداك، يعني يتكلم. غلق. شفتوا اخواني انا ساكت، غلق. والله رعب. هذا البرنامج مدمر. مع الاحترام حاج الى الان لم يجبنا احد. يعني انا ما ادري، افترض الان، افترض من باب التنزل لا التنازل، من باب التنزل انه ان عمر كسر ضلع الزهراء وان علي بن ابي طالب كذا. انا مو موضوعي هذا يثبت شجاعة عمر، هذا يثبت شجاعة عمر. بالله عليكم انا سؤالي لكم يا رجل اجيبوا فقط. لماذا ان البخاري، لماذا ان احمد في مسنده، لماذا ان المستدرك والذهبي فضحوا عمركم وبينوا جبنه؟ جيد، هذا واحد. اثنين، انتم تقولون الزهراء سلام الله عليهم. هل عمر ذهب وجابها عليا وقاتل عليا؟ سؤال. هو ذهب قاتل علي بن ابي طالب وغلب علي بن ابي طالب صلوات الله عليه؟ ام هذا الجبان الخسيس ذهب الى ابنة رسول الله صلى الله عليه واله ولم يذهب وحده، ذهب مع جيش كامل. جيد. هو اين شجاعة؟ هسه الان نحن نريد شجاعة عمر. انتم تقولون عمر شجاع، عمر صنديد. من قتل من الصناديد، من الشجعان، من الأبطال؟ هذا الرجل الذي الآن عائشة تشهد عليه بأنه ذهب واختفى تحت الأشجار عندما طلب منه عمرو بن ود العامري ماذا؟ القتال. يا عزيزي أنتم الآن صريحا علنا تعلنون جبن عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه أنتم لا تردون على مصادركم، لا تردون على رواياتكم. أنتم تفعلون، يعني تعرفون ماذا تفعلون الآن؟ أنتم تعلنون الإقرار الصريح العلني بجبن عمر بن الخطاب. يا شيخ جاوب لك شيخ واقعا هذا خزي. خلي محمود يجاوب. محمود تفضل شيخ. لحظه خلينا نجاوب الشيخ الجعفري. انا جاوبته جواب ما قبل، الان اجاوبه جواب ثاني. اسمع يا شيخنا الجعفري، في مسند الدارمي عن الشعبي قال عبد الله بن مسعود
لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لا أراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن. قال له: تعال مرة ثانية، فإن صرعتني كذا. أيضا صرعه، فقيل: من هذا؟ هو عمر؟ فقال: ما عسى أن يكون إلا عمر. هذا هو عمر دائما عنده شغل مع الجن. الذي قتل سعد بن عبادة جني. يا مولانا يعني عمر بن الخطاب دائما عنده شجاعة مع الجن، خطاب مع الجن، يرسل الجن لقتل بعض الصحابة، هذا صحيح. يعني الأفلام والمسلسلات هي التي تبين شجاعة عمر، أما الواقع المعرفي فالأمر كارثي يعني. طيب أبو أديب، خلي يجي أبو أديب إخواني، خلي يجي أبو أديب. طيب تفضل أخونا مفضل، ثم تفضل شيخ مفضل. السلام عليكم.